السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي احكي لكم على حاجة حصلت معايا ليها علاقة بصاحب ابني. أنا اسمي أماني، ست في أواخر الأربعينات، أرملة بقالي 15 سنة من ساعة ما جوزي توفى. الدنيا كانت صعبة جدا، بس لقيت في ابني يوسف سندي وأملي، والسبب اللي مخليني أكمل وأقاوم. رفضت كل عروض الجواز اللي جاكي، مش عشان مش عايزة أعيش، لكن عشان كنت خايفة أضيع يوسف. كرست حياتي كلها ليه، ربيته وعلمته لحد ما بقى راجل يعتمد عليه. الأيام عدت ويوسف بقى بيجيب أصحابه البيت يذاكروا مع بعض أو يتكلموا شوية، وأنا كالعادة كنت بحضر لهم الشاي والحاجات الحلوة وأسيبهم براحتهم. من بين أصحاب يوسف كان في واحد اسمه سالم، شاب عنده 24 سنة، مؤدب وهادي، بس عينيه فيها حاجة غريبة، نظرة مش مفهومة، مش زي نظرات باقي الشباب. النظرة دي كانت بتخليني أحس بارتباك غريب، كأني ست رجعت تحس إنها مرهوبة من جديد. إحساس كان نايم جوايا وبدأ يصحى بسبب الولد ده من غير ما يكون قصده. كنت بفضل أحضر الفطار أو أروق وأتابعه من بعيد. مرة شفته وهو باصص ليا وأنا بطبق منديل، عينيه ما اتحركتش. المشهد شدني جدا، حسيت إني ست من تاني. بدأت أفكر، هل يعقل شاب في سن ابني وأنا ست عشت لوحده 15 سنة يكون السبب اللي يصحيني من تاني؟ الإحساس ده بدأ يتطور جوايا ووصل لحاجة ما كنتش متوقعها. في يوم من الأيام يوسف ما كانش موجود في البيت. اليوم ده كان مختلف. صحيت الصبح وأنا حاسة بتوتر مش عادي، قلبي مقبوض. كان في حاجة هتحصل. يوسف نزل وقال لي: ماما، لو حد من زمايلي جه قوليله إني هقابله في النادي بتاع سمير. هزيت راسي وقلت له: حاضر يا حبيبي. بعد حوالي ساعة سمعت جرس الباب، طلعت أشوف مين. لقيت سالم واقف، وشه كان باين عليه التعب، بس النظرة بتاعته هي النظرة اللي بتوترني. سألني بهدوء: يوسف هنا؟ قلت له لأ، خرج. قال لي: طيب لو حد بعت له رسالة ابعتها له. اترددت شوية، بس صوت جوايا قال لي: خليه يدخل يستريح، هو مجرد زميل يوسف. دخل وقعد في الصالون وأنا دخلت المطبخ أجهز الشاي. كنت بحضر الشاي، إيدي ما كانتش مركزة، بحط السكر من غير ما أحسب وبسخن المية وأنا متوترة. بصيت لنفسي في مراية المطبخ وسألت نفسي: إيه اللي بيحصل ده؟ ليه حاسة إني خفيفة ومبسوطة وأنا قاعدة معاه؟ رجعت بالشاي، قعدنا وبدأنا نتكلم عن الدراسة والرياضة. كلامه كان قليل، بس نظره عينيه كانت بتحكي أكتر من 1000 كلمة. أنا كنت بجاوب، بس عقلي كان في مكان تاني خالص. شفته بيبصلي، مش بنظره زميل ابني، لكن بنظره فيها اهتمام ورغبة وفضول. بدأنا نضحك شوية، وفي لحظة معينة سكتنا احنا الاتنين، وبقت العيون هي اللي بتتكلم. سألته بصوت ساكت: ليه كده؟ جاوبني وقال: شفته بيبصلني، مش بنظره بيتكلم وفعلا وفضول. بس كنت متأكدة إني محتاجة أحس إني لسه مرغوبة، لسه ست، لسه حية. اليوم بدأ يتحول من مجرد ضيافة لصمت، ومن نظرات لكلام قليل، ومن تردد لرغبة بتكبر. فضلت أدور على كلام يوسف، الإحساس اللي بدأ يغلي جوايا، بس ملقتش. كنت ببص له وهو ساكت، بس عينيه كانت بتتكلم، كأنها بتصرخ من غير صوت. مسك كوباية الشاي وأخد رشفة خفيفة وقال: أنا لازم أمشي. بس أنا بكل جرأة ما كنتش عارفة إنها موجودة جوايا. قلت له: ليه؟ خليك شوية لحد ما يوسف يجي. بصيلي وقال: مش عشان يوسف، عشانك وعشاني. الكلمة دي كانت زي صدمة دافية، خوفتني، بس في نفس الوقت حسيت إني عايزة أغرق فيها. كنت محتاجة أعيش الكلام ده، أحسه، أحس إني ست تاني، مش مجرد أم وأرملة. قربت منه شوية وبصوت طالع من قلبي قلت له: أنت بتفكر فيا؟ ما اتكلمش، بس النظرة كانت كافية. وفجأة الحاجز اللي كان بينا بدأ يتفكك ويتكسر. أخدت نفس عميق وقلبي بيدق بسرعة وعقلي بيحاول يرجعني، بس جسمي كان سابق أي تفكير. مديت إيدي ومسكت إيده، كانت داسية ومترددة كده، ما بعدتش. قلت له بصوت فيه ارتباك: ما تخافش، الإحساس ده نادر وصادق. مسك إيدي وقام، وقفنا قصاد بعض، اللحظة سكانة ومش عايزة تسيبنا. سكوتنا كان فيه كل حاجة. أنا اللي كنت فاكرة إن الحياة انتهت لما جوزي مات، فجأة لقيت نفسي قدام باب جديد، باب فيه نار وشوق
وخطر. بعد ما سالم مشي الصمت خنق البيت. كنت في السرير بس معرفتش أنام. اسمي لسه فيه إحساس اللحظة دي وريحته مالية المخدة. قلبي كان بيتصارع مع عقلي زي 2 عمالقة بيتقاتلوا على نفس الطوق. رحت الحمام غسلت وشي بس وشي ما بقاش هو. كان في حاجة اتغيرت. نورتي فيا حاجة. مشيت في البيت والمية بتنزل على ظهري وأنا بفكر يا أماني عملتي كده بجد؟ نسيتي ابنك؟ نسيتي نفسك؟ بس صوت تاني جوايا رد عليا وقال ما نسيتيش حاجة. انتي كنتي عايزة تعيشي تحسي انك ست. الليل ده ما نمتش. كل شوية أفكر هل هيرجع؟ هل هيكلم يوسف؟ هل هيفضحني؟ الغريب إني كنت بتمنى يرجع. كنت بتمنى الباب يدق تاني واغلط نفس الغلطة. ده ما كانش ندم. الصبح جه وعينيا كانت حمرة ووشي مرهق بس جوايا كان مولع. يوسف جه بيضحك كالعادة مش عارف أي حاجة. سألني ماما حد جه امبارح؟ قلتها وأنا بهرب من عينيا سالم جه. قال لي أقولك إنه استناك في النادي. قال تمام هقابله النهاردة. ومن اللحظة دي قلبي بدأ يدق بسرعة. هل هيرجع؟ هل هقدر أواجهه تاني؟ هل هقدر أوقف الإحساس ده؟ قعدت في البلكونة بشرب فنجان القهوة وعينيا بتراقب الشارع. أي شاب يعدي كنت بتخيله هو. وسط الحيرة دي جاكي رسالة على الموبايل. صباح الخير، عاملة إيه؟ لسه حاسس بيكي؟ قلبي هو اللي جاوب من غير تردد. وأنا كمان كنت مستنياك. يوم جديد بس مفهوش جديد غير أنا وقلبي اللي ما بقاش زي الأول. كل رسالة، كل نظرة، كل ذكرى بالليل ده كانت بتولع فيا. سالم بقى يجي كتير بيتكلم معايا كأنه راجل مش زميل ابني. وكنت أنا بجاوبه وفي كل مرة أقنع نفسي إني هوقف بس في كل مرة كنت دغرة أكتر. في يوم يوسف ما كانش في البيت. الباب دق وعرفت إنه سالم. فتحت الباب وبنظره فيها خوف ودفء. قلتله انت عارف انت جاي ليه؟ قال لي وهو بيبص ليا وانتي فرحانة اني جيت. سكت ومشيت لقدام وهو تبعني. ما بقاش في كلام يجمعنا ولا أعذار. العلاقة دي ما كانش بتطلب تبرير. ما فيهاش منطق ولا تفكير. مجرد إحساس مجنون خطير بس ساحر. عشنا لحظة تانية يمكن كانت أقوى من الأولى. فيها جرأة وتجرد من كل حاجة. بس اللي كان مرعب إني كنت عارفة إني بخاطر بحياتي وبابني وبسمعتي. بس كنت غرقانة ومش قادرة أخرج. سالم جه وقال لي أماني لازم نتكلم. مش معقول نفضل كده. خفت. هل عايز يبعد ولا عايز يكمل؟ الليل كان هادي حتى الهوا ساكت بس قلبي كان بيدق زي طبول حرب. دخل وقعد. ما كانش بيضحك زي العادة. عينه كانت حزينة. بصوت هادي قال أماني عمرنا فكرنا إحنا بنعمل إيه. سكت وريقينا نشف. قلت له بنعيش لحظات كنا محتاجينها إحنا الاتنين. تنهده وقال بس هل ده كافي؟ هل تفتكري نقدر نكمل؟ جاوبته وأنا بكتم وجع قلبي. عايزة بس أحس إني حية مش أرملة ولا أم كست. سكت شوية وبعدين قال جملة صدمتني. أنا بحبك بس يوسف صاحبي وده مش صح. كانت الصدمة زي نار جوايا. قلت له دلوقتي عايز تبعد؟ دلوقتي تهد كل حاجة؟ قال لازم نقف قبل ما ندمر كلنا. كلامه وجعني زي السيف. قلت له وأنا ببكي سهل تقول نقف بس أنا كام ليلة بكيت. قطعني وقال مش عايز أبعد عنك بس خايف عليكي وعلى نفسي وعلى علاقتي بصحب عمري. دموعي نزلت ما عرفتش أوقفها. كلامه كان صادق وفي وجع. سالم مشي وساب فراغ كبير جوايا. حاولت أرجع لحياتي الطبيعية بس ما قدرتش. يوسف لاحظ التغيير وفي يوم واجهني بعد ما شاف رسالة غامضة من سالم على تليفونه. اتصدم من الحقيقة. دموعي نزلت وقلت له أنا غلطت. ضعفت إحساس الزمن حرمني منه. يوسف خرج وسابني لوحدي. بعد أيام رجع يتكلم معايا مش عشان سامحني لكن عشان يفهم. قعدنا ساعات طويلة وفي الآخر فهمنا الحقيقة. أنا كنت خايفة أكون أم بس ولجأت لسالم عشان أحس إني ست. وسالم كان خايف يفقد صداقة يوسف ولجأ لي عشان يحس بالاهتمام والحنان. الغلطة إننا بنينا علاقتنا على الهروب والكذب. أي علاقة بتبدأ بالخوف وبالتستر مصيرها الوجع والانكشاف. الدرس المستفاد
أي علاقة مهما كانت دوافعها نبيلة لو اتبنت على الكذب أو الخوف نهايتها خراب. الكذب الأبيض ممكن يكون أقسى أنواع الكذب لأنه بيهدي الضمير مؤقت بس بيزرع خراب حقيقي. الصدق مع النفس هو البداية الحقيقية لأي حياة سليمة.